عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في اولى فيديوهاتنا الطويله هنا في القناه. لو انت متابع لقناه تذكره سينما فانت اكيد شفتني هناك، اما لو انت اول مره تشوفني فانا اسمي احمد جويش ودايما بتكلم عن الافلام والمسلسلات، ولكن بما اننا في كاس العالم فقررت النهارده اعمل فيديو عن توقعات دور ال 32 في كاس العالم، ويا رب الفيديو ينال اعجاب. واول مباراه معانا وهي مباراه كندا ضد جنوب افريقيا. جنوب افريقيا اللي بقت بالتخصص بقى دايما بتلاعب المستضيف، وكندا اللي مش هتقدر تلعب الماتش ده على ارضها بسبب ان هي طلعت التاني في مجموعتها مش الاول. مباراة هي متكافئة نوعا ما، ولكن الكفة هتميل لكندا. جنوب افريقيا عندهم مقاومات كويسة وبيقدروا يقدموا كرة حلوة، ولكن هم عندهم نقطة كده بانت في المباراة الافتتاحية، ان هم مع ضغط الجماهير عليهم الامور بتسبب لهم بعض المشاكل. انا بالنسبة لي اتمنى ان جنوب افريقيا تغلب، ولكن انا هرشح الصراحة كفة كندا ان هي تكسب وتكمل لدور ال 16. المباراة التانية اللي معانا وهي البرازيل ضد اليابان. اليابان منتخب قوي جدا، منتخب صلب، منتخب بيقدر ان هو يقدم كرة حلوة وبيقدر ان هو يلعب قدام الفرق الكبيرة عادي، ما عندوش اي مشكلة. وعلى الجانب الاخر البرازيل في المجموعات كانت منتخب عادي جدا، ما عملتش اي حاجة تبين ان هي من المنتخبات المرشحة للقب. لكن بالنسبة لي الموضوع بيكمن في كلمة واحدة بس، هي كارلو انشيلوتي. كارلو انشيلوتي كنا بنشوف ان هو مع ريال مدريد في البداية في المجموعات كان بيقدم اداء عادي خالص وما يؤهلوش ان هو اصلا يصعد من المجموعات. بيصعد المجموعات يكسب البطولة عادي. ولو اصلا لقينا البرازيل في الاخر بتاخد كاس العالم انا مش هتفاجئ، هم ما قدموش اداء حلو، ولكن كارلو انشيلوتي معروف ان هو في الادوار الاقصائية لا يرحم، فلذلك انا هرشح البرازيل ان هي تكسب اليابان وتتأهل لدور ال 16. وعندنا المباراة الثالثة وهي المانيا ضد باراجواي. المانيا لسه خسرانة قدام فريق لاتيني، ولكن طبعا الادوار الاقصائية تختلف، فاكيد المانيا مش هتقع في نفس الفخ وتخسر من باراجواي، خصوصا ان باراجواي يعني مش بنفس قوة الاكوادور، ما عندهاش العناصر الدفاعية القوية اللي موجودة عند الاكوادور. فانا ارشح المانيا ان هي هتكسب وتكمل الدور ال 16، ولكن المباراه مش هتكون سهله. المباراه الرابعه اللي معانا وهي مباراه كوتيفوار ضد النرويج. النرويج بالنسبه لي هي عندها القدره ان هي تبقى الحصان الاسود بتاع البطوله، فريق منظم وفريق عنده هجوم قوي طبعا بقياده الفايكنج النرويجي هالاند. وعلى الجانب الاخر كوتيفوار برضو عندها فريق كويس تقدر ان هي تقدم بيه ماتش حلو، ولكن انا اعتقد ان النرويج هتكسب وهتكمل لدور ال 16. المباراه اللي بعد كده معانا وهي مباراه فرنسا ضد السويد. السويد منتخب بقى عنده هجوم حلو، ولكن ما دون الهجوم بتاعه مفيش اي حد يقدر يقدم اي حاجه. عندهم اتنين مهاجمين نضاف واقوياء وعندهم قدرات تهديفيه عاليه، ولكن انا اعتقد ان ده مش هيسعفهم على الاطلاق قدام المنتخب الفرنسي اللي هيقدر ان هو يغلب بكل سهوله ويصعد لدور ال 16. المباراه اللي بعد كده بقى معانا وهي المباراه المرشحه ان هي تبقى الاقوى في دور ال 32، هولندا ضد المغرب. هولندا واحده من المنتخبات القويه واللي متماسكه، يمكن هي مش في اقوى حالاتها حاليا، ولكن بتقدر في الاخر ان هي تقدم اداء حلو وبتقدر ان هي تكسب. على الجانب الاخر بقى عندك المغرب اللي بقى عندها تطور رهيب وقادرة ان هي تخش قدام اي منتخب ايا كان ايه اسمه، تلعب الكرة بتاعتها عادي، تهاجم وتهدد وتجيب اجوان وتمسك ملعب وبتعمل كل حاجة. هنا على الورق ممكن تقول هولندا هتكسب، ولكن انا بالنسبة لي الماتش مش هيكون سهل خالص، ويعني انا ارشح منتخب المغرب ان هو هيقدر يحرج هولندا ويكسبها ويكمل لدور ال 16. المباراة اللي بعد كده معانا وهو المنتخب الانجليزي ضد الكونغو الديمقراطية. منتخب الكونغو منتخب قوي، عنده عناصر قوية، عنده تشكيلة حلوة وثابتة، ويعني شفناه في ماتش امبارح قدر ان هو يعمل ريمونتادا على اوزبكستان ويقدر ان هو يجيب 3 اجوان ويصعد لدور ال 32. ولكن طبعا كافة انجلترا هي اللي هتميل، وانجلترا عندها المقومات ان هي تخليها اصلا تكسب البطولة مرتاح، بالتالي اعتقد ان المنتخب الانجليزي هو اللي هيكمل لدور ال 16. المباراة بقى اللي بعد كده معانا هي المباراة اللي تخليك تحمد ربنا ان مصر صعدت مركز تاني، لان هي لو صعدت المركز الاول زي بلجيكا كانت هتواجه السنغال. الصراحة مباراة زي دي هي محيرة بالنسبة لي، بلجيكا مش في اقوى حالاتها وكذلك برضو السنغال هي ما لعبتش غير ماتش العراق اللي بقوة، ولكن ما نقدرش نحكم على السنغال لان اول ماتشين ليها كانوا فرنسا والنرويج، فده حاجة صعب قوي ان انت تحكم عليها لان بتلعب منتخبين من اقوى المنتخبات في البطولة. مما ظهر من الفريقين فانا الحقيقة يعني اميل للسنغال اكتر، ان هي عندها القوة ان هي تكسب وتكمل وتحرج بلجيكا وتطلعها من دور ال 32 وتكمل لدور ال 16. المباراة اللي هتكون بعد كده وهي مباراة المكسيك ضد الاكوادور. المكسيك واحدة من احسن الفرق اللي لعبت كورة في كاس العالم، والفرقة اللي عندها قدرات هجومية حلوة جدا قدام الاكوادور بقى اللي عندها قدرات دفاعية حلوة جدا. فهو ديربي لاتيني، منتخب بيلعب كورة هجومية قدام منتخب بيلعب كورة دفاعية حلوة، فانا اعتقد المباراة دي هتكون متوقفة على ان مين هيقدر يجيب جون الاول. لو الاكوادور
قدرت ان هي تجيب الجون الاول، اعتقد انها هتقدر يعني تدافع وتلعب الكرة بقى الدفاعية بتاعتها. اما بقى لو المكسيك قدرت ان هي تجيب جون الاول، فانا اعتقد ان الموضوع هيبقى يعني الملعب هيتفتح بالنسبة لهم، يقدروا ان هم يجيبوا التاني والتالت. وانا بالنسبه لي ارشح المكسيك ان هي اللي هتكسب وتعبر لدور ال 16. المباراه بقى اللي بعد كده معانا وهي مباراه المنتخب الاسباني ضد منتخب النمسا. اسبانيا يعني كاس العالم ده ما قدمتش اداء حلو، مش زي اليورو كده، ما فيش انياب هجوميه عندها قويه، حتى اللعيبه اللي كانت شايلاها هجوميا ادائهم مش في افضل احواله، ولكن مع ذلك انا هرشحهم للمكسب. منتخب النمسا مش المنتخب القوي ومش المنتخب اللي يقدر ان هو يحرج اسبانيا ويطلعها من دور ال 32، فبالنسبه لي اسبانيا هتقدر ان هي تكسب بسهولة رغم ان هم مش بيأدوا افضل اداء ليهم. المباراة اللي بعد كده معانا وهي مباراة المنتخب الامريكي المستضيف ضد منتخب البوسنة. منتخب امريكا هو واحد من المنتخبات المرعبة في المونديال، منتخب متأسس، منتخب جابوه كده وأسسوه علشان لما يجي كاس العالم ده يقدر ان هو يأدي بشكل كويس، وبرغم الخسارة ليهم في اخر ماتش ولكن هم عندهم قدرات هجومية ودفاعية، وهم حرفيا فريق من احسن الفرق اللي لعبت كرة في البطولة، فبالنسبة لي هم اكيد هيقدروا ان هم يتغلبوا على البوسنة ويعبروا لدور ال 16. بعد كده بقى لأهم مباراة بالنسبة لنا في دور ال 32 وهي مباراة بلدنا مصر ضد استراليا. مصر اللي لأول مرة في تاريخها بتقدر ان هي تعبر دور المجموعات في كأس العالم بتواجه استراليا. لو فكرت هي مباراة سهلة على الورق فأكيد لا، هم أصلا كل جمهور الفريقين دلوقتي يعني استراليا بيقول لك دي مباراة يعني الحمد لله مباراة سهلة بالنسبة لنا، ومصر كمان بتقول مباراة في المتناول. ولو جيت تسألني عن رأيي اقول لك استراليا منتخب في المتناول ونقدر ان احنا نغلبه، ولكن على مدار مشاركات استراليا في كأس العالم اثبتت ان هي في الادوار الاقصائية منتخب كالح، منتخب رخم وبيقدر ان هو يلعب كرة كويس على مدار مشاركاتهم كلها. يعني انا افتكر في 2006 ان هم طفحوا ايطاليا على ما ايطاليا قدرت ان هي اصلا تغلبهم وتعدي بعد كده. مباراة مش هتكون سهلة على الاطلاق، ولكن كلنا ثقة في العميد وفي المو صلاح ورفاقه، قدموا اداء حلو جدا لغايه دلوقتي. طبعا في بعض المشاكل والعيوب ممكن نبقى نتكلم عنها في فيديو تاني، ولكن هم في الاخر بيلعبوا رجاله، ودي الميزه الوحيده اللي موجوده عندنا لغايه دلوقتي، ان احنا بنلعب رجاله في الملعب. ان شاء الله مصر تقدر ان هي تكسب وتكمل لدور ال 16 عشان تزود في الانجازات التاريخيه اللي هي عملتها في المونديال. المباراه اللي بعد كده هي مباراه البرتغال ضد كرواتيا. البرتغال على الورق عندها قدرات تخليها ان هي تكسب كاس العالم عادي، عندهم لعيبه حلوه جدا ويعني يقدروا يكسبوا بكل سهولة، ولكن هم عندهم بعض المشاكل الشخصية كده مع المدرب بتاعهم اللي يعني بيأدي أداء عادي جدا. فلو كرواتيا قدرت انها تستغل الموضوع ده ممكن تقدر انها تحرج المنتخب البرتغالي عادي، ولكن هتقول لي ايه توقعك؟ هقول البرتغال هتكمل لدور ال 16. المباراة اللي بعد كده وهي مباراة سويسرا ضد المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري عنده عناصر حلوة جدا وعنده ناس قادرة ان هي تصنع الفارق، ولكن في نفس الوقت عنده بقى عناصر تانية قادرة ان هي تضيع مجهود العناصر الكويسة. عنده شوية مشاكل لازم يعالجها، لو قدر ان هو يعالجها هيبقى منتخب مرعب، ولكن للأسف يعني علاجها حتى مش هيبقى في كاس العالم ده، يا خلاص البطولة دي يعني هم لابسينها كده، يقدروا ان هم من البطولة الجاية ان هم يعالجوا العيوب اللي عندهم ويقدروا ان هم يعملوا اداء حلو جدا. على الجانب الاخر عندنا منتخب سويسرا، منتخب من المنتخبات المتماسكة وبتقدر ان هي تعمل ماتش او اتنين كويسين في الادوار الاقصائية، ولكن ان شاء الله المنتخب الجزائري عنده القدرة ان هو يتغلب ويصعد لدور 16. المباراة بقى اللي بعد كده معانا وما قبل الاخيرة في دور ال 32 وهي مباراة الارجنتين حاملة اللقب ضد منتخب كاب فيردي، المنتخب العنيد، المنتخب اللي ما خسرش لغايه دلوقتي في البطوله وقدر ان هو يتاهل بثلاث تعادلات. فيردي منتخب عنده البدني حلو جدا، بيقدر ان هو يلعب، بيقدر ان هو يتماسك قدام الفرق الكبيره زي ما شفنا قدام اسبانيا، ولكن هي الارجنتين يا جماعه يعني ناس عتاوله كوره، ناس لعيبه يعني لعيبه كوره شوارع، يقدروا ان هم يقلبوا الملعب لملعب شوارع، وساعتها بيقدروا ان هم يتغلبوا على الخصم بتاعهم رغم التماسك الدفاعي بتاعهم. فتوقعي ان الارجنتين هتقدر ان هي تغلب وتوصل لدور ال 16 عشان تلاعب الفائز من مصر واستراليا اللي هو مصر ان شاء الله. فللاسف يعني مصر لو عدت من استراليا يعني ميسي هيخرج من كاس العالم بدري، كان نفسنا ان هو يكمل بس هيصطدم بالمنتخب المصري. ربنا يستر الاول ونعدي ماتش استراليا ده على خير، بعدين بقى نبقى نشوف قصه ميسي ده عايز مننا ايه بالظبط. المباراه الاخيره معانا في دور ال 32 وهي مباراه كولومبيا ضد غانا. كولومبيا على فكره واحده من المنتخبات اللي ماشيه في الديره كده في كاس العالم، ولكن هي بتأدي اداء حلو جدا وعندها هجوم قوي قوي.
على الجانب الاخر بقى معانا غانا بمدربهم كارلوس كيروش، الراجل اللي بيقدر ان هو يرص اللعيبه بتاعته رصه دفاعيه، اعتى هجوم موجود ما يقدرش ان هو يعمل معاها حاجه. ماتش مش هيكون سهل خالص للفرقتين، ولكن انا بالنسبه لي اتوقع ان كولومبيا قادره ان هي تكسب غانا وتواصل لدور ال 16. وبس كده اعزائي المشاهدين، دي كانت توقعاتي لدور ال 32. قولوا لي رايكم في الفيديو، قولوا لي ايه توقعاتكم وايه المختلفين فيه معايا، وايه المنتخب اللي ترشحوه ان هو يكسب البطوله دي يكون بطل كاس العالم 2026. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ويا رب حضوري يكون كان خفيف عليكم. فلو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. سلام عليكم.